دينك نجاتك. قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. ومما أعجبني من كلام مشايخي وصية أوصاني بها أحد المشايخ فقال: يا سليمان، لا ترضى لنفسك أن تكون أقل درجة من الحيوان. قلت: كيف؟ قال: إياك أن تتنقص العلماء الربانيين المشهود لهم بالسنة والتوحيد، بل ليكن شأنك دائما أن تذكر فضلهم وأن تستغفر لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفي الحديث الآخر: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا من جهة فضل العالم. ومن جهة فضل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم خير من فضل العبادة. رواه الحاكم وصححه، والطبراني وصححه الألباني، فدل ذلك على أن الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: ما من عمل أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته. ما من عمل أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.